تما كاين اللي كان غيموت معايا في لاكسيدون وما تنتخلصوش. اقسم بالله وحنا خارجين من الجمعه ما كنت ناوي هذا السيناريو، ما عرفتش انا تصريح الكابتن هشام الدكيكي المدير الفني للمنتخب المغربي للفوتوسال النهارده بعد الهزيمه والخروج بخروج مشرف جدا جدا امام البرازيل، امام بطل اللعبه بدون منازع بدون منافس. الصراحه النهارده لف جميع الصحف العالميه والصحف العربيه وجميع المواقع التواصل الاجتماعي. وقرار الجامعه المغربيه النهارده الصراحه فاجئني، بس انا كنت منتظره بالفعل، لان هؤلاء اللاعبين وكابتن هشام الدكيك بامانه كان يستحقوا. اما عن بعض الاعلام الجزائري للاسف الشديد اللي طلع كان بيبارك ويهني للمنتخب البرازيلي وكانهم في يوم وليله بقوا بيشجعوا البرازيل اصلا وكانهم لعبوهم قبل كده. انت اخرك يا ابني بتتفرج عليهم في التي في على المقاهي، اخرك ده اخرك. انما لما بتيجي بتتفرج كده على نجوم العرب، نجوم افريقيا، ابطال كل شيء ما شاء الله، هتلاقي المنتخب المغربي لما بيقابل مدرسه كبيره زي البرازيل وارد جدا ان احنا نخسر، وارد ان احنا ما نقدمش الاداء القوي، ولكن دي لاسباب كتيره جدا جدا هنتكلم عليها في الفيديو ده. بس هنقول في بدايه الامر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبائي الكرام، فيديو جديد فضلا وليس امرا. والله العظيم ثلاثه ما هتخسر حاجه، مش هتخسر حاجه اخوك اخر الشهر. انزل حط اللايك المتين للفيديو واشترك في القناه وشير الفيديو، صلى على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وتعالى هنحكي القصه وما فيها. طبعا النهارده بعد المباراه القويه جدا جدا اللي احنا قدمناها في بطوله كاس العالم الفوتوسال، بنتكلم المنتخب المغربي لان احنا كلنا بنشجع المنتخب المغربي. كل العرب النهارده كانوا مصطفين امام منتخب المغرب، الكل كان بيساند، الكل كان بيشجع من قلبه والله. حتى في البث المباشر كنت حزين جدا جدا ان احنا الهدف الاول، الهدف الثاني، الهدف الثالث كان نفسنا حتى نرد عليهم ولو بهجمه بخطوره شديده. كان تنظيمنا في ارضيه الملعب كويس جدا، ولكن العامل البدني كان ليه كلمه سر الصراحه. النهارده الحمد لله احرزنا هدف. وطبعا كان معايا مشجعه مغربيه في البث المباشر وقالت لي اصبر اصبر المغرب هيحرز هدف. هي كملت الكلمه، انا ما كنتش مصدقها الصراحه، لان انا عارف ان في فوارق فنيه كبيره جدا. عارفين ان احنا قد البرازيل كويس جدا، ولكن للاسف عندنا 5 لاعبين مش متواجدين، سواء من قبل البطوله اللي كانوا مصابين او حتى في كل مباراه من بدايه دور المجموعات مباراه عن مباراه كان دايما بيقع مننا لاعب. عايز اقول لك ان سفيان شعراوي كان بيلعب النهارده وهو مصاب، كان بيتحامل على نفسه، كان مزود جهده على قد ما بيقدر علشان يقدر يلعب وعشان يقدر يساند اخواته في ارضيه الملعب. لكن اراده ربنا ما كانتش هي النهارده الفوز. الحمد لله على كل شيء. انا عايز اقول لك ان في بعض المواقع الجزائريه للاسف الشديد لقيتهم مستغرب جدا ان هم فرحانين قوي 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 ان منتخب البرازيل فاز على المنتخب المغربي. بص، هو يمكن فيها تكون عله وممكن تزعل ان ازاي الجزائريين يفرحوا ان البرازيليين قدروا يفوزوا، لكن في النهايه انا كنت حاسس برضو الصراحه بعزه نفس. ليه؟ لان هم لما يشجعوا البرازيل ويفرحوا ان البرازيل كسبت منتخب المغرب، انا ذات نفسي حسيت بالفعل ان احنا اقوياء قوي، ان احنا بنهت وبنخوف اي منتخب نقدر نلعب قدامه. بعيدا عن الشعور اللي احنا عارفينه واللي بيكن ليهم جواهم كده اهوت لكل المغاربه بحقدهم الدفين وحسدهم على المملكه المغربيه وانجازات المنتخبات المغربيه، لان هم فين وانتوا فين، معلش يعني. فاحنا هناخدهم من باب الرحمه نتجاهلهم بجد والله. الناس دي فعلا لابد ان كلنا نتجاهلهم، لان احنا لما من كتر ما كنا بنجيب اساميهم عندنا في جميع المواقع وفي جميع الفيديوهات بتاعتنا، تقريبا الناس دي حست بشأنها اللي هم شيء وقامه، وانتم اصلا ولا حاجه بامانه ربنا والله. فرحكم او حزنكم لا هيزود ولا هيقلل من منتخب المغرب للفوتوسال اللي بامانه ربنا بلاعبينه بالمدير الفني. يعني هشام الدكيك عياطه زعلني، انا زعلت. الراجل بيقول لك انا كنت والله ما بتلككش ان انا عندي اصابات ولا عندي غيابات، احنا قدمنا اللي علينا، عملنا كل مجهود ممكن تبذلوه عشان نقدر نفوز في المباراه، ولكن اراده ربنا ما كانتش موجوده، ما ربنا ما كانش رايد ان احنا نفوز. بناء عليه خسرنا بس 3-1 وبشرف.
تخيل عزيزي المشاهد لو كان المنتخب المغربي بكامل عناصره كاملين بلياقتهم البدنيه كامله، قسما بالله كنا هنفوز على المنتخب البرازيلي باقل ما فيها فرق 2 وهيكون لصالح المنتخب المغربي. لكن في نهايه الامر قدر الله ما شاء فعل، عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، نقطه ومن اول السطر. وزي ما قال هشام الدقيق احنا بنستعد من دلوقتي الى مباريات كاس العالم القادمه باذن الله. اما عن الجامعه المغربيه الصراحه والسيد فوزي رقجع فاجئني بقرار كان مهم جدا جدا وكان في وقته، وهي تجديد الثقه في الكابتن هشام الدقيق المدير الفني للمنتخب المغربي. طبعا في بعض الناس كانت زعلانه ان احنا خرجنا من الدور ربع النهائي، ولكن عزيزي بص لاوراقك وبص لاوراقهم، انت بتقابل بطل العالم، انت بتقابل بطل يعني هنقول ايه، بطل اللعبه دي اتخلقت علشان البرازيليين هم اللي بيعرفوا يلعبوها، احنا بننافسهم في ارضهم، هي بتتسمى كده، احنا بننافسهم في ارضهم. هل اللعيبه خذلتك؟ لا والله. هل هشام الدقيق خذلك؟ لا والله. هل حتى الجامعه المغربيه اثرت مع هؤلاء اللاعبين؟ فوزي رقجع اثر مع هؤلاء اللاعبين بمعسكرات او حتى فتره اعداد؟ لا والله. الكل يشهد ان الناس دي كلها عملت شغلها على اكمل وجه، ولكن زي ما احنا بنقول الاصابات وزي ما كان في اصابات النهارده مؤثره جدا جدا، وعلى فكره كانت موجوده من بدايه المباريات اساسا. احنا فزنا بمباراتين وتعادلنا مع البرتغال وصعدنا وكسبنا كمان منتخب ايران في الدور ال16، لكن في النهايه انت خلاص مجهودك خلص، مجهود البدني للاعبين خلاص استنزف تماما، ما بقاش عندك المجهود الكبير وما عندكش الدكه البديله القويه اللي تساندك. احنا كنا بنلعب بالاحتياطي يعتبر النهارده وبلاعبين زي سفيان شعراوي كان مصاب، والنهارده كنا بنقدم جيم كبير جدا جدا امام البرازيل. احنا كنا مستحوذين على المباراه، ولكن الهجمات المرتده هم للبرازيليين كانت اقوى مننا. احنا ارتدادنا من الهجوم للدفاع مع قله العامل البدني ده اللي اثر علينا بالسلب، خطفوا منا 3 اجوان، خطفوا مننا بالظبط 3 اجوان. احنا اللي كنا مستحوذين وكنا في النص الثاني للهجوم بالنسبه لمنتخب البرازيل، ولكن هو خلاص سوء تقدير بقى، هو سوء الحظ كان موجود، هنعمل ايه؟ خلاص الموضوع خلص. بالنسبه للجامعه المغربيه تجديد الثقه في هشام الدقيق دي خطوه جريئه، خطوه قويه جدا جدا، تدي حاله اطمئنان للاعبين، تدي حاله اطمئنان لهشام الدقيق. بدا حتى هشام الدقيق النهارده في المؤتمر الصحفي بعد تصريحاته المثيره جدا قال لك انا هنشوف بدلاء دايما جيل تاني وجيل تالت يبقوا مستحوذين مع المنتخب وهيحتكوا مع بعض كلهم، عنصر الخبره بعنصر الشباب، علشان في حالة أي إصابة يبقى عندنا البديل الثاني والثالث. وديت هتيجي دور الأكاديمية بتاعت محمد السادس اللي بجد أخرجت نجوم كبار جدا جدا في لعبة الفوتوسول أو حتى الكرة القدم العادية اللي احنا بنعرفها. لكن هو دوت رجالة المغرب، هم دولت ما حسسكش النهارده إن احنا عندنا إصابات، ما حسسكش النهارده إن احنا عندنا غيابات. شوف النهارده منتخب المغرب كان ند قوي جدا جدا أمام البرازيل، ولولا سوء التوفيق ما كانش عندنا توفيق، كان معانا الاستحواذ وكنا بنحاول. لكن الصراحة منتخب البرازيل دفاعيا رقم 1 انا اعتبره في العالم، تأمين دفاعي، قوة بدنية كبيرة جدا، سرعة ومهارة ما اقولكش. انتوا كلكم شفتوا طبعا المباراة النهاردة. طبعا كان في بعض العناصر في البث المباشر بالنسبة لي كانوا بيتكلموا ان احلام 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 ان احنا نفوز على البرازيل. لا يا عزيزي، احنا كسبنا البرازيل قبل كده 3-1 وهم كسبونا بالنهارده 3 مرات، المرة اللي هي بتاعت النهارده 3-1 ايضا، وكسبونا 1-0 قبل كده في مباريات رسميه في كاس العالم الماضي، وفي مباراه وديه 2-1. يعني مكسبنا على البرازيل حاجه عاديه بالنسبه للمغاربه، المغاربه عملوها كتير قبل كده سواء كان في الفوتوسال او المنتخب الاول. فما تجيش تزايد على المنتخب المغربي وتقول عليه كلمه وحشه، لان هتلاقي ناس كتير قوي 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 ترد عليك. هو ده اللي احنا متاكدين منه. تحيه وتقدير من ارض الكنانه المصريه لهشام الدقيق المدير الفني ولكل اللاعبين اللي كانوا بيلعبوا والمصابين والمستبعدين. ليه؟ لان كلهم كانوا نفسهم يلعبوا في كل المباريات ويسعدوا الشعب المغربي اللي كان يعني جالهم من المغرب لغايه اوزبكستان
وكان بيشجعهم الصراحه على اكمل وجه. حتى جماهير يا اخي بتاعت اوزبكستان تشيد بالجماهير المغربيه بالنظافه والاحترام اللي كان متواجد هناك وبالتشجيع ما شاء الله. يعني الدرس يدرس زي ما شفناهم برضو في كاس العالم في قطر، قمه الاحترام. افضل تشجيع كان المنتخب المغربي، وشفناهم النهارده برضو افضل تشجيع هو الجمهور المغربي في اوزبكستان. احبائي الكرام مش هطول عليك، شكرا لكل المحترمين اللي حطوا اللايك والاشتراكوا في القناه. وديما مغرب وعاشت مصر حره مستقره. اللهم ابعد عنا وعنكم الحاسدين الحاقدين، اللهم امين. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.